يا دكتور، ريفيوز البنات عن توريد الشفايف ما بقتش مشجعة خالص. ما نقدرش نعمل التوريد ده بس بطريقة آمنة شوية؟ هو كلمة توريد الشفايف دي بيبقى بتتقال اكتر لما حد بيروح بيعمل زي تاتو في شفايفه بلون احمر مثلا، تبقى حلوة كده اول يومين وبعد كده بيبقى المنظر مش الطف حاجة والصبغات دي لونها بتتغير. ده غير كمان ان هي ممكن جدا تعمل تفاعلات او تحسس في الجلد على المدى الابعد. فهي دي طبعا احنا بندور على بدائل صحية آمنة تخلي الشفايف في حالة احسن وملمسها احسن، لونها كمان بيبقى فيه توريد ودموية اللي هو اللون الطبيعي بتاعها. ده بيتم ازاي؟ عن طريق اولا طبعا ممكن نحقن فيلر بس مش بهدف نفخ شفايف خالص، مجرد ان انا بحافظ على الشكل الطبيعي وفي نفس الوقت لان الفيلر ده اصلا عبارة عن هيالورونيك اسيد، فبالتالي بيحصل ترطيب وتحسين في ملمس الشفايف نفسها وحالتها بتبقى احسن كتير. او لو حد مش حابب ان هو يحقن فيلر ممكن بنواظب على جلسات بتساعد قوي ان هي تحسن من ملمس الشفايف ولونها وتخليها مترطبه على طول، زي جلسات البلازما او الليب بوسترز.